الاخوات، السلام عليكم. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. غنشارك معكم هذا الخبز الشحمه اللي تيجي غزال البنات وكيجي رائع بنعمه الكلمه. وخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير. طريقه التحضير سهله مهله. بركه الله البنات. غنبداو بالعجين هو الاول كما قلت لكم. هانتوما درت هنا زلافه فينو زلافه فورس على حسب الكميه. نتوما غديروا الدقيق على حسب الافراد اللي في الدار. المهم هنا البنات عندي نص كيلو ما بين فورس وقمح، نص كيلو ما بين فورس وقمح، وانتم على حسب الافراد. زلافه فينو وزلافه فورس. وهنا البنات الملح على حسب الذوق. وعندي واحد المكعب ديال الخميره اللي فيه 20 غرام، بحال معلقه ديال الخميره مع الحال بارد. صافي نوسع بحال هكا نديرو الوسط صافي والماء دافي. ونعجنو العجينه هي الاولى نخليوها ترتاح عاد باش ندوزو للحشو. وكل واحد والاختيار ديالو. كتكوني في دارك واش دير الحشوه هي الاولى وعاد دوزو واش دير العجينه. واحد الطريقه ديالتهم مش نعجنو العجينه هي الاولى. عاد ندوز باش نوجد معكم الحشوه. خليكم معايا ما تمشيو فين. صافي هنا الاخوات العجينه تلكات. صافي غادي نلمها مزيان. حبطات الزوائد نغطيها نخليها تختمر. ايوا خليكم معايا غنقول لكم الحشوه. ها هو عندي الشحمه اللي كنجمدها طروفه ديال الكلوه وتنحكها في الحكاكه ديال اللي تنحكوا بها مطيشه. ها هي هنا غنديرها في المقله هي الاولى تسخن على البوطه. وهنا البنات عندي الفلفله والبصله. الفلفله والبصله خليكم معايا. صافي غادي ندير البصله في الهاشوار، ولا نتوما اللي ما عندوش الهاشوار يبقى على القرطه مزيان. انا كاين الهاشوار باش يسهل عليا وتجي حتى رقيقه في وسط الخبز. هذا الخبز ديال الفران طلبوا مني شي اخوات راني حاطاه في القناه. معليش نعاودو معاكم الطريقه ديالو تجي زوينه. وفي هذا البرد هذا غزال يا البنات مع براد تاتاي رائع، ولا مع الحسوه مع الحريره مع ما كلتوه فن يا البنات والله الا غزال. شفت الاخوات طلبوه ليا علاش ما نعاودش نشاركو معاكم. اخوات جداد هو راه كاين في القناه. وخبز الشحمه راه معروف في المنطقه عندنا تدير غير بالبصله والربيع والعطريتي غنشارك معاكم. والفلفله انا زدتها فيه وجات زوينه غزاله. الوالده كديروا لنا غير بالبصله والربيع والعطريه والشحمه صافي. كاين انا زدت الفلفله ما عنديش باللوان. عندكم فلفله باللوان ديروها حتى باللوان زوينه. المهم خليكم معايا الهاشوار سهل علينا المأموريه. بعد ما تحط البصله غندير الفلفله دابا. ها الفلفله كتجي زوينه فيه يا البنات كتجي رائعه. ويا ريت يكون عندكم الربيع طري. الربيع طري تيجي فيه غزال واحد المذاق زوين. انا عندي مجمد ولكن غندير ما نقدرش نستغنى عليه. الربيع تيجي زوين فيه. والبصل الكارمه حتى الا توفرتوا عليه شويه اليازير حتى هو الا يكون محمر ومطحون حتى هو ديروه. قزبر حبوب هادو كلهم ما كاينينش عندي. انا قلت لكم ديروهم وتيجيو زوينين. نتوما تبارك الله كيوليو مطحونين فرشين ماشي مطحونين فرشين. وخليكم معايا كما شفتوا الشحمه بدات تذوب هي في بلاصه الزيت كتجي زوينه. صافي هي الشويه بدات تذوب غندير عليها البصله والفلفله في نفس الوقت. صافي هانتوما خليكم معايا. طيح شويه البصله عاد ندير التوابل باش ما تحرقش. من الاخوات عندي الحار في المجمد. ها هو قربت واحد جوج مزاود وزدتهم حتى هنايا. ندير ربيع البنات مجمد كما قلت لكم ما عنديش طري. غنحطو هنايا باش يذوب. هنا الاخوات زدت الملح. هانتوما الربيع مجمد
نتوما درتو حزيمه ديال الربيع تكون طريات تجي يا سلام، كيجي واحد الريحه ديالو اللي متوفر على القزبر والمعدنوس، طري 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 يديرو تيجي يا سلام غزال. هانتوما صافي هنا البنات غندير الكمون، معلقه كبيره ديال الكمون تكون مملوءه مزيان. وهنا الاخوات عندي سكينجبير ديال الخرقوم، عندي هذا سميتو راس الحانوت، ها هي تتشوفوا فيها درت منها شويه، عندي الابزار وعندي التحميره معلقه كبيره، التحميره نديرو معلقه كبيره، ودرت الملح راني عاود قلت لكم الملح راه ما غاديش نساو. صافي وكما قلت لكم زيدوا هذا، زيدوا اليازين، زيدوا البصله كارمه تتباع، زيدوا هذا، زيدوا القزبر حبوب لا توفرتوا عليه تا هو زوين. صافي دابا غنجهز عليها البوطه باش هذيك البصله ما يبقاش لنا فيها الماء، باش يجينا الخبز ديالنا ما يجيش داير معجن من الداخل. ضروري نخليوها تنشف حتى تولي غير التعليكه. صافي هانتوما بلا زيت غير الشحيمه صافي هي في بلاصه الزيت. يا صافي العجينه راها اختمرات بلا بردات الحشوه. نتوما صبقوا الحشوه اللي بغيتوها باش تبرد مزيان، صبقوا العجينه اللي صبقتوها بحال حيت دابا الحال بارد، العجينه تتاخذ شويه الوقت. صافي ونذوقوا، بقينا خاصو الملح نزيدوا الملح. يلا خليكم معايا. هنا العجينه اختمرات الاخوات، هانتوما ان شاء الله كتبان لكم راه اختمرات ضعف الحجم ديالها. ودرت فيها معلقه ديال زيت العود باش خفقتها مزيان قبل ما نغطيها. هذه ديروها البنات باش يجيكم الخبيبس طيطب وزويون ديال الشحمه. غادي نهبط العجين، العجين راه خوا البنات باش يجينا الخبز زوين فتي وزوين. نتوما الكويرات قداش، حيت حنا غادي نديرو وحده فوق وحده، ضروري الكرات يكونوا صغار، ضروري الكرات يكونوا صغار. صافي هنا غنخليهم يرتاحوا شويه واحد 5 دقائق ونعاودو نكملو ان شاء الله. الطريقه ديالتهم زوينه البنات ومبسطه، والبنات المبتدئات غديروا خبز الشحمه من اول مره غينجح معاكم ان شاء الله. صافي هنا البنات غنبدا نبسط معاكم. هانتوما راه زدت معلقه اخرى صغيره ديال الكمون ونص معلقه ديال زيت الزيتون، حتى هي تعطي واحد المذاق زوين في الحشوه. شوف الحشوه البنات كي جات غزاله، ديروا بها المسمن، ديروا بها البطبوط، ديروا بها الخبز، ديروا بها اي الحشوه اللي عطاتكم فنه يا البنات. المهم صافي البنات غادي نساعد بالمفلك. نتوما راه يمكن لكم تقرصوا غير بيديكم، ما بغيتوش ديروا كاع المدلك. نتوما راه طيه تبارك الله. هذا غادي ندير غير يدي صافي. العجينه ما قاصحاش، العجينه فتيه وزوينه. عرفتوا انا علاش ما بغيتش نصبط بيدي باش ما نعمرش الدنيا دقيق، هذاك الشيء اللي كاين. علاش بغيت ندير المدلك نتوما شفتوا، غير دوك الجوانب الغلاط هما اللي غادي ندير لهم بحال هكا. صافي وغادي نحط حدايا هنا. علاش نقول لكم تبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه باش تحصلوا على النتيجه تكون زوينه. نطبقوا الوصفه هي هذيك تتنجح، حطيتها مولاتها تتنجح معانا. حتى هذه البنات غادي نرققها مزيان كتولي رقيقه بحال الاخرى. البنات راه تيجي خفيف وتيجي زوين وتيجي غزال، كيجي خفيف. هانتوما صافي ديروا شي معالقه ووزعوا بها الحشوه. انا درت غير يدي، نتوما ديروا معالقه، ما بغيتوش تعمروا يديكم ديروا غير معالقه وزعوا بها الحشوه مزيان، واللي شي حاجه اللي صحيه. نتوما كيجي عامر وتيجي زوين. صافي تنجيبو هادي فوق منه. هانتوما شوفوا الطريقه واضحه لكم الاخوات، وكنقرص بحال هكا. هانتوما شفتوا هانتوما حتى الجوانب باش ما يجيوناش غلاظ، ما نقرصوش القرصه غليظه. هانتوما
خليت لكم الفيديو واضح، نتمنى من الله تكون الطريقه واضحه لكم. نقرب لكم. انتم بغيتو تقرصوا بالفور تقرصوا، بغيتو تقرصوا بالسميده قرصوا باش ما عجبكم. بالسميده بالفينو كنجيب ديك التحتانيه وتنلويها مع هذه وتنضغط بحال هكا. وهذيك اللاطه باش ما توسخش ليا درت لها ورق الزبده. بغيتو غير ترشوها بالدقيق وتحطوا فيها الخبز حتى هي راه طريقه زوينه. كنجيب التحتانيه نوسع بحال هكا. نتوما شفتوا راه واضح لكم الفيديو شارح راسو بلا ما نقول لكم. هانتوما شفتوا نقرب اللاطه باغا ندير فيها جوج. هانتوما شفتوا هما الخبيزات غندير فيها جوجات. اللاطه غندير ليا جوجات صافي نفس الطريقه. نسرح تاني وحده بحال هكا، نسرح الاخرى. ديروا حتى هاد الطريقه اللي عجباتكم، هذه حتى هي راه زوينه. ديروا حتى هاد الطريقه اللي عجباتكم البنات. هانتوما فيديو واحد فيه جوج طريقات صافي. هانتوما البنات شفتوا حتى هي طريقه غزاله. هذيك فوق وحده تجينا الخبزه كبيره وتجينا تسهل علينا العمليه. هانتوما شفتوا الخبيزات. هانتوما الاخرى حتى هي ها هي. والحشوه لا شاطت راه ما غاديش نضيعها. الحشوه لا شاطت تنحتفظ بها. كنعاود نعجن الخبز ونجبدها ملي نكون عجن الخبز نجبدها الطلق من قبل ونعمر بها خبيزه ونلوحها في الفران. هانتوما مع الخبز. هانتوما شفتوا طريقه سهله واضحه لكم. هانتوما ساهله يا البنات. بغيتو ديروا وحده على وحده، بغيتو ديروا حتى هاد الطريقه. هانتوما شفتوا هانتوما هادي ما تبغيش تقراص بزاف. هانتوما الاخوات كلشي واضح لكم تبارك الله ما شاء الله. هانتوما غنغطيها بزاف ونخليها يختمر وغنخليكم معايا. هانتوما شفتوا بعد ما سرحت العجينه صافي غادي ندير فيها كما قلت لكم هذه وحده فوق وحده حتى هي طريقه زوينه باش يجيونا كبار. هانتوما شفتوا هنا تتحكمي كما بغيتي تقرصي ما تتحل ما والو. هانتوما شفتوا هانتوما ما بغيتوش تقلبوها ما تقلبوهاش، قرصوها من حيت الجنب بحال هكا. حكا راه الشحمه ملي تدخل الفران تبدا يخرج لنا الزيت ديالها. هانتوما شفتوا والله الا يا البنات تنشرح لكم من قلبي الخالص وتجربوا وتخليو لي في التعاليق. والبنات اللي طلبوا الوصفه جربوها، ولكن التعاليق راه تتهمني. التعاليق ديالكم خليوها ليا مهمه. اي واحد جرب الوصفه خلي لي تعليق. كاين الناس اللي طلبوها، كاين الناس اللي متبعين ديالي كاملين. هانتوما شفتوا صافي نخليها تخمر هنا حدايا. شفتوا هانتوما شفتوا هي غادي نخليها تختمر كلهم الخبيزات وديك هي غنعمرها. واللي شاط غادي نحتفظ به وخليكم معايا حتى يختمر ان شاء الله. هنا هو اختمر. ها هو تنحط هذه الصبع ديالي ما تيضغطش. شفتوا مع رقيق. واللي بغى يخليه يغلي يخليه يغلي. ها هو شفتوا صافي شعلت ليه الفران عافيه الفوق والتحت غندخلو حتى يطيب ونتلاقاو. هنا البنات ها الخبز طاب تبارك الله كيفاش جاتي شاهيه البنات ما شاء الله. ما تشبعوش منه. جربوا الوصفه وما غتندموش عليها. الاخوات اللي بغاو الوصفه ها الوصفه حطيتها لكم، ما عليكم غير تستافدوا منها وتبارطاجيوها مع الاهل والاصحاب باش هما يستافدوا من الوصفه سهله وبسيطه. ولكن البنات
طريقه سهله وبسيطه عطيتها لك. والبنه يا سلام. وكيفاش خدموا في الوجيز قليل الوقت تحضروا على خبيزات اللي فنين البنات وزوينين وبدون تعقيدات. خبز الشحمه اللي تيجي غزال وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في شي وصفه جديده.